أسئلة 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 يا مستر، فين الأسئلة يا مستر؟ أنت نزلت لي شرح الدرس الأول ونزلت لي شرح الدرس الثاني، بس حضرتك ما نزلتليش أسئلة. قال لي يا صاحبي أنا مستني كتاب الوزارة نزل، وبالفعل كتاب الوزارة نزل امبارح وأنا جيت عرضته لك، وهنحل النهاردة أول درس على بناء الدولة المصرية. هنحل يا صديقي الأسئلة بتاعة الدرس كله من مقالي ومن اختياري. اوعى تنسى يا صديقي ان عندك دلوقتي نظام الاسئله 50% اختيارات و50% مقالي، فانا كنت صابر يا صديقي عشان اديك حاجه موثوق منها ومعترف بيها من الوزاره. مش عايزك تستعجل، انا ولا عايز اضيع وقتك ولا عايز اضيع وقتي في حاجات فارغه، صح ولا لا؟ ما انا كنت ممكن وقادر جدا اجيب لك اسئله من اي مصدر تاني واقول لك يلا بينا نحل، لكن اللي احنا بنعمله ده اسمه تضييع للوقت مش اكتر. لكن النهارده يا صديقي خلاص بدانا الجوله بتاعتنا وهنحل اول درس وهو بناء الدوله المصريه. بس خد بالك يا صاحبي في حاجه عايزك تاخد بالك منها كويس جدا. انا النهارده يا حبيب قلبي مش جاي اديك السمكه واقول لك يلا كلها، لا، انا النهارده جاي اقول لك ازاي تصطاد يا صديقي. بمعنى يا مستر، قال لي يعني انا مش جاي اخليك تعرف الاجابه بتاعت السؤال وخلاص. اقول لك لا، انا النهارده يا حبيب قلبي جايين نفسر كل سؤال، وجاي اقول لك النهارده ازاي اخليك تتعامل مع السؤال، وازاي اصلا تقرا السؤال، وازاي تفهم السؤال، وازاي تطبق وتحل السؤال دوت. فانا النهارده مش جاي اقول لك كلمتين واقول لك الاجابات ويلا واقلب، لا يا صاحبي، انا النهارده جاي اشرح لك السؤال بالتفصيل الممل يا حبيب قلبي. يبقى احنا النهارده كده حبيب قلبي هقفل معاك اسئله اول درس بناء الدوله المصريه. ليتس جو حبيب قلبي، ويلا صلي على الرسول. يلا كده قبل ما نبدأ كده، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تدريبات الدرس الأول بناء الدولة المصرية. صلي بينا على النبي يا صديقي. بيقول لي اختر الإجابة المناسبة فيما يلي. تعال نختار القلم بتاعنا بس الأول. بيقول لي يتضح من دراسة نشأة الدولة المصرية إن العامل الحاسم في التحول من تجمعات سكانية إلى دولة. طب هنا السؤال هو قصادي، هتعامل مع السؤال إزاي؟ كلمة السر هنا في السؤال بيقول لي إن العامل الحاسم في التحول، إيه الحاجة الأساسية أو الحاجة الحاسمة اللي حولت لي التجمعات السكانية إلى دولة؟ هو هنا قصده إيه على التجمعات السكانية؟ قصده على القبائل. قصده على إيه؟ القبائل اللي هو القرى واللي هو المدن اللي كانت موجودة ثم اتحدت بقت أقاليم مستقلة، بعد كده الأقاليم بدأت تعمل دولة. هو قصده على الحتة دي كده. يبقى أنا كده الإجابة بتاعتي هفكر فيها إزاي؟ هقول له يا عم زياد عايز أعرف إيه السبب الصارم أو إيه السبب الحاسم اللي حول التجمعات السكانية دي إلى دولة كبيرة وليها كيانها وليها سلطتها. يلا نشوف الاختيارات مع بعض. قال لي وجود جيش قوي. لا، الجيش ملوش علاقة بالتحول السكاني لدولة، تمام؟ زيادة عدد السكان، لا ما لهاش علاقة برضه. انا ممكن يبقى عندي زيادة في عدد السكان كتير جدا وما اعملش دولة، عادي جدا، غلط برضه. امال الموقع الجغرافي؟ قال لي لا برضه. امال قال لي ايه؟ قال لي وجود سلطة مركزية، وده اللي كان عامله مين؟ الملك مينا او الملك نعرمر، فاكرين ولا لا؟ هو عمل سلطة مركزية. يبقى السلطة المركزية دي هي العامل الحاسم في تحول التجمعات السكانية إلى دولة، صح ولا لا حباب قلبي؟ أنا معتقد الدنيا جميلة. ده كده أول سؤال. تاني سؤال يا زوز بيقول لي بقى إيه؟ يمكن تفسير العلاقة، عايز أفسر العلاقة بين التجانس السكاني والاستقرار السياسي في مصر عبر تاريخها بان التجانس. لا، واحده واحده بقى كده يا عم زياد. انت قلت لي ازاي نحل السؤال. بيقول لي عايز اشوف العلاقه او افسر العلاقه اللي ما بين التجانس السكاني ده والاستقرار السياسي. يبقى كلمه السر عندي في السؤال التجانس السكاني والاستقرار ايه؟ السياسي. طب هو يعني ايه كلمه تجانس سكاني؟ يعني تفاهم، يعني السكان متفاهمين مع بعض، فلما السكان متفاهمين مع بعض هيبقى في استقرار في السياسه. يعني لما يبقى السكان متفاهمين
مش هينهبوا في بعض، هتبقى كلمتهم واحده، مش هيبقى في صراعات داخليه ما بينهم، هم هيبقوا عندهم سلام نفسي مع بعض كده وفي اتحاد مع بعض. حلو الكلام. فده يدل التجانس ده على ايه؟ قال لي يا مستر يقلل من الصراعات الداخليه وش على طول. ما هو طالما في تفاهم ما بين السكان وفي تجانس ما بين السكان يبقى كده مش هيبقى في صراعات ايه داخليه ما بينهم. في مشكله؟ كده حلينا اول سؤالين. حلو الكلام. تعالى كده نشوف السؤال الثالث. بيقول لي بقى ايه؟ ركز كده بقى معايا يا رجاله. بيقول لي ايه هنا؟ يمكن استنتاج ان الدولة التي غابت عنها سيادتها. ايه ده؟ السؤال الثعباني ده ايه ده؟ بيقول لي يمكن استنتاج ان الدولة التي غابت عنها سيادتها. ايه ده؟ نفتكر كده واحدة واحدة. هو يعني ايه سيادة اصلا؟ انا شرحت لك، قلت لك السيادة دي معناها ان الدولة صاحبة القرار، الدولة عندها شخصية وقراراتها من نفسها. طب لو الدولة غابت عنها السيادة، يعني استنتج كده، لو الدولة دي ما فيهاش سيادة أكيد يا عم زياد تفقد قدرتها على اتخاذ القرار. صح ولا لأ؟ ما هي الدنيا جميلة وسهلة، هنفهم هنعرف نحل، هنحفظ مش هنعرف نحل. دي حاجة صريحة وواضحة. بيقول لي سيادة يعني دولة جامدة قوي وبتعرف تاخد قراراتها من نفسها. طب لو الدولة دي ما عندهاش سيادة، عادي جدا هتفقد قدراتها على اتخاذ القرار. سهلة جدا. طيب تعالى بقى نشوف السؤال دوت اللي جنن مدرسين كتير جدا. حرفيا السؤال ده جنن مدرسين كتير جدا. احنا النهاردة جايين نحلله ونحله بطريقه بسيطه جدا جدا، وصدقنا يا صديقي والله ده اللي هيفرق معاك، انك تاخد مع مدرس متخصص. لازم تاخد مع مدرس متخصص دارس تاريخ كويس جدا عشان تعرف تقفل 100% ان شاء الله يا صديقي، وتضمن التاريخ يبقى في جيبك باذن الله. ركز كده معايا يا حبيب قلبي. السؤال ده ثعباني وفي نفس الوقت هو سهل والله، مش محتاج حاجه، بس هو محتاج حد فاهم مش اكتر. بيقول لي في ضوء الصورة المقابلة أجب عما يلي. يرتبط مضمون الصورة بركنين أساسيين. يبقى مضمون الصورة اللي هي قصادي ده في ركنين من الدولة، من أركان بناء الدولة، وهما إيه؟ طب واحدة 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 واحدة. هي الصورة دي فيها إيه؟ الصورة دي يا مستر الزوز عبارة عن مطار. أنا دلوقتي هحلل الصورة. الصورة دي عبارة عن إيه؟ مطار. حلو الكلام، جميل، حلو المطار أهو. وهنا ده شعب ولا سكان؟ أقول لك لأ، هو هنا قال لي في يافطة مكتوب فيها جميع الجنسيات، هو لا كده لا شعب ولا سكان، صح كده؟ هو ولا شعب ولا سكان، اللي هم ناس من مختلف الدول، هم ناس واقفين طوابير في مطار، فما تعرفش منهم المصري من السعودي من الانجليزي وهكذا، ده اختلاط. يبقى ده ولا شعب ولا سكان. يبقى انا كده اللي عندي اللي هو المطار، وعندي واحد اهو اسمه النقيب احمد علي. ده كده النقيب ده بسميه السلطة. بسميه ايه؟ السلطة، صح كده؟ بسميه ايه؟ السلطة. والنقيب اللي قصادي دوت اللي هو الضابط ده ولا النقيب دوت، هو دلوقتي بيفرض سلطته على الناس دي كلها، صح ولا لأ؟ هو اللي بينظم دخول وخروج الأفراد من المطار. يبقى هنا في سيادة. يبقى هنا إيه؟ في سيادة. هحل السؤال إزاي؟ بيقول لي بيقول لي هنا دول ولا شعب ولا سكان، فأي إجابة فيها شعب وسكان هتبقى غلط. هنا الشعب والحيز الجغرافي طبعا غلط. السيادة والشعب طبعا غلط. أمال الحيرة في إيه؟ قال لي الحيرة في السلطة والسيادة والحيز الجغرافي والسلطة. طب أنا هنا عندي أحل السؤال ده إزاي؟ ما أنا محتار ما بين ده وما بين ده. أقول لك يا صديقي هنا دي السلطة اللي هو النقيب، فالنقيب دوت بيفرض سياسته على الناس دي كلها. طب هيفرض دي إزاي؟ يعني قراراته من نفسه من السلطة بتاعته، يبقى بيفرض السيادة. يبقى هنا الإجابة عندي إيه؟ السلطة والسيادة. فهمت؟ احنا كده بنحلل كل صغيره وكبيره عشان نعرف نحل. فهمتوا يا اصدقائي؟ يبقى كده الاجابه السلطه وايه؟ والسياده.
طب حلو، نتيجة حلك ده هو مديك سؤال، يعني لو انت حليت السؤال ده غلط فأكيد هتحل اللي تحت غلط، فلازم تبقى واعي وفاهم. طيب بيقول لي ايه؟ ما العلاقة بين مضمون الصورة المقابلة؟ مضمون الصورة المقابلة أنا خلاص ترجمته للإجابة بتاعتي اللي هي السيادة والسلطة، اللي هي الإجابة اللي السيادة وإيه؟ والسلطة. بيقول لي وضح بقى مضمون الصورة المقابلة اللي هي السيادة والسلطة وركن الحيز الجغرافي للدولة. إيه ده بقى؟ أنا مش فاهم هو عايز مني إيه؟ يعني بالبساطة كده بيقول لك ما العلاقة بين السلطة والسيادة والأرض بتاعت الدولة؟ هقول له يا صديقي إن الدولة، أجاوب هنا، إن الدولة بتفرض سياستها وسلطتها على الحيز الجغرافي الخاص بالدولة اللي هي الأرض، صح ولا لأ؟ عن طريق إيه بقى؟ تنظيم دخول وخروج الافراد عبر المنافذ او عبر المطار. في مشكله يا صديقي؟ السؤال سهل والسؤال اتحل، بس هي القصه كلها في واحد فاهم. دي القصه كلها، انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم. زي ما انتم حضراتكم شايفين احنا حللنا السؤال وحللنا الصوره، خد بالك هي الاجابه من الصوره، بس لازم تحلل الصوره دي بكل حاجه موجوده في الصوره. يعني كلمه جميع الجنسيات دي سهلت لي الحل، الضابط او النقيب اللي قاعد على الكمبيوتر دوت اللي ماسك جواز السفر فسر لي الحل. فهمتوا الفكره؟ ممكن واحد تاني يحلها ايه ده؟ ما شافش جميع الجنسيات وشاف الشعب، يبقى خلاص شعب يا باشا. فهمتوا الفكره؟ لكن جميع الجنسيات دي نفت كل حاجه في دماغك وخليتك تعيد ترتيبك من اول وجديد. وصلت يا صديقي؟ صلي بينا على الرسول يا صديقي. تعال نشوف يا صاحبي السؤال اللي بعده. احنا كده خلاص السؤال دوت عايزكم تكتبوا معايا الله يبارك لكم، عشان الحاجات دي انا بمسحها اول باول عشان اعرف اجيب السؤال اللي بعده. اوكي؟ دي الاجابه زي ما انتم شايفين. نخش يا صديقي على السؤال اللي بعده. نخش على السؤال اللي بعده. اللهم صل وسلم وبارك. نخش بقى على المقالي يا زميكس. خش بقى على المقالي، والناس اللي عندها عقده من المقالي تعالوا لي بقى، عشان الزوز هيخليكوا ازاي تعرفوا تكتبوا مقالي كويس جدا، وكله بده. صلي بينا على الرسول يا صديقي. بيقول لي ايه؟ بالتعاون مع زملائك في الفصل. خدوا بالكم دي الاسئله دي اللي بتيجي دي اللي هتجيلكم في الامتحانات، الاسئله دي عشان ما تستغربوش. زملاء مين يابا وفصل مين يابا؟ دي الاسئله وربنا اللي هتجيلكم في الامتحانات، ده النظام الجديد. تمام؟ بيقول لي ايه؟ ابحث في السيره الذاتيه، ابحث في السيره الذاتيه لاحد حكام مصر القديمه وحدد كيف اسهم في ترسيخ ركن السلطه في بناء الدوله. مبدئيا كده هو بيقول لي دور عن راجل عنده سيره ذاتيه من حكام مصر القديمه. ده كده جزء من السؤال، فانا كده الجزء ده انا هفكر فيه على راجل حاكم من ايه؟ من حكام مصر القديمه. وحدد كيف اسهم في ترسيخ ركن السلطه. كلمه ترسيخ هنا يعني تثبيت، ازاي عرف يثبت السلطه بتاعته في بناء دولته. لا ده انا السؤال ده محتاج وايت بورد نحله. اول حاجه يا رجاله بيقول لي ابحث في السيره الذاتيه لحد حكام مصر، فانا عايز حاكم مصر وازاي يرسخ السلطه بتاعته. هجاوب مين بقى يا رجاله؟ انا سامعك اللي بتقول لي يا مستر زياد انت قصدك على شخصيه معروفه وهو الملك مينا. هقول لك برافو. اقول لك ايه؟ برافو. عايزين بس نجيب الوايت بورد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب امسح سيلكت، نجيب الوايت بورد. بيقول لي يا مستر الاجابه بتاعتي هتبقى الملك مينا، صح؟ عمل ايه الملك مينا عشان يرسخ حكمه ويثبت حكمه في بناء الدوله؟ قال لي والله في الفتره بتاعت الملك مينا، قال لي يا مستر قام الملك مينا بتوحيد الوجه البحري والوجه القبلي، صح ولا لا؟ اللي هو ايه يا رجاله؟ اللي هو الشمال وايه؟ والجنوب. سنه كام؟ سنه 3200 قبل الميلاد.
حلو الكلام. يبقى الملك مينا اول حاجه عملها ايه؟ وحد مملكتي الشمال والجنوب. ليه يا عم زياد؟ انا جاي افهمك. ده كده نهر النيل، دي مملكه الشمال ودي مملكه الجنوب، اللي هو الوجه البحري والوجه القبلي. المعلم ملك مينا ده عمل ايه؟ كان المملكتين دول كانوا ممالك متحاربه، كانوا بيخش في حروب مع بعض دايما، فما فيش اتحاد، ده يدب في ده شويه وده يدب في ده شويه. راح جه مين؟ المعلم القمر دوت اللي هو الملك مينا، قال لهم هو انتم مفكرين نفسكم ما فيش راجل يحكمكم ولا ايه؟ راح جه الملك مينا وحد البلاد اللي هي مملكه الشمال ومملكه الجنوب. طب لما وحد البلاد هو كده عمل ايه؟ سلطه مركزيه، اي حكومه يا رجاله، حكومه مركزيه ساعدته في توحيد ايه؟ البلاد سنه 3200 قبل الميلاد. مين وحد ايه؟ القطرين. في مشكله اصدقائي؟ على ما اعتقد السؤال بالفهم سهل جدا. يبقى انا عندي السؤال اهو، بيقول لي ابحث في السيره الذاتيه لاحد حكام مصر القديمه. خلاص عرفت يا معلم اللي هو مين؟ اللي هو الملك مينا. وحدد كيف اسهم في ترسيخ ركن السلطه. واقول له يا عم زياد عن طريق ايه؟ عن طريق توحيد البلاد عام 3200 قبل الميلاد. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي كيف نستفيد من مفهوم المقاومات الطبيعية؟ ازاي بقى السؤال ده؟ بيقول لي كيف تستفيد من مفهوم المقاومات الطبيعية لقيام الدولة واستمراريتها في ترشيد استهلاكك للمية في منزلك. السؤال ده صعباني، بس صدقني لو انت فاهم هتحله بكل سهولة. ازاي تستفيد من مفهوم المقاومات الطبيعية لقيام الدولة واستمراريتها؟ طب هي كلمة السر هنا ايه؟ قال لي المقاومات الطبيعية وقيام الدولة وحتة استهلاك للمية. ايه ده؟ يعني هو عايز مقاوم طبيعي في مية. قصدك تقول لي يا مستر اللي هو عايز هنا تتكلم على نهر ايه؟ نهر النيل. وازاي بقى بعد ما تشرح نهر النيل ازاي ترشد استهلاكك للمية بتاعت نهر النيل؟ تعال نشوف اجابة سؤال رقم ب. يلا بينا. اجابة سؤال رقم ب. ده كده ألف، تمام؟ عشان الناس اللي بتكتب ورايا. يبقى دي كده إجابة سؤال إيه؟ ب. دي إجابة سؤال ألف ودي إجابة سؤال ب. قال لي يا صديقي هنا من المقاومات الطبيعية اللي هو عايز يتكلمنا عليها اللي هو نهر النيل. نهر النيل ده من المقاومات الطبيعية، صح كده؟ التي ساعدت على قيام الدولة المصرية. يبقى نهر النيل ده يا عم زياد ساعد في قيام الدولة ايه؟ المصرية. حلو الكلام؟ ساعدته في ايه؟ قال لي يا مستر حيث وجود التربة الخصبة والمياه العذبة، فساعد المصري القديم على الزراعة، مما أدى إلى الاستقرار، مما أدى إلى قيام الحضارة. ومن هنا بدأت فكرة إيه؟ الدولة. حلو الكلام؟ طب قال لي إزاي نرشد استهلاك المية؟ قال لي سهلة دي. قال لي يا مستر عن طريق مثلا عدم فتح صنبور المياه عند عدم الحاجة. يعني أنا مش محتاج المية يبقى أقفل إيه؟ أقفل الصنبور. تاني حاجة ممكن أعمل حاجة اسمها إعادة تدوير المياه. إعادة تدوير إيه؟ المياه. في مشكلة؟ يبقى دي الإجابة بتاعت المقاومات الطوعية اللي ساعدت على قيام الدولة وإزاي رشد استهلاك إيه؟ المياه. على ما أعتقد الدنيا جميلة وسهلة جدا. طيب نخش على السؤال اللي بعده وهو سؤال رقم ج. سؤال رقم ايه؟ ج. حلو قوي. تعال نشوف السؤال ده. بيقول لي اكد فريق. في فريق بيقول ان السلطة هي اهم اركان الدولة، وفي فريق تاني بيقول لي ان الشعب
هو اهم ركن في الدوله. ايه ده؟ يبقى في فريق بيقول لي ان السلطه هو اهم ركن في الدوله، والفريق التاني بيقول لي ان الشعب هو اهم ركن في الدوله. طب انت عايز مني ايه؟ قال لي ايه؟ اعرض رايك في راي الفريقين، يعني قول لي رايك في راي الفريقين دول. ده مش بس كده، ده مع ذكر سبب واحد لكل فريق لمصداقيه وجهه نظره. يا نهار ابيض على السؤال! ايه ده؟ ايه الاسئله دي؟ بص بيقول لي ايه؟ بيقول لي في فريق عم زياد، في فريق بيقول ان السلطه اهم ركن في الدوله، وفي فريق تاني بيقول لي ان الشعب هو اهم ركن في الدوله. عايز بقى مني ايه في السؤال؟ قال لي يا عم زياد عايزك تقول لي رايك في الفريقين، قول لي الفريق اللي بيقول لي السلطه اهم ركن، وقول لي رايك في ان اللي بيقول الشعب اهم ركن. ده مش بس كده، ده انا عايزك تقول لي ازاي كل فريق قال ان السلطه او الشعب اهم، هو اعتبر ايه عشان يقول كده. يعني خش لي جوه دماغه وقول لي الفريق ده فسر ايه عشان يقول الكلمه دي. يا نهار ابيض على السؤال! السؤال ده كبير جدا ولازم حد فاهم جدا عشان يعرف يحله. يلا بينا نشوف اجابه السؤال. احنا نجيب وايت بورد من جديد عشان تكفي اجابه السؤال ده. كلين سيلكت وايت بورد. تعال انت كده هنا، لا انا عايز اعمل اديشن. احنا دي كده الصفحه الثانيه. بصوا بقى يا رجاله، هو السؤال بس ايه رقم كام؟ السؤال رقم ج عشان نكتب، عشان الناس اللي بتكتب ورايا. السؤال رقم ج. حلو الكلام. انا هقسم السؤال ازاي؟ هقسم رايين، تمام؟ نقسم البورد كده عشان نعرف نحل. نقسم البورد. حلو الكلام. قال لي الفريق الاول بيقول ايه؟ اني السلطه اهم ركن. حلو الكلام. طيب الفريق الثاني بيقول ايه؟ ان الشعب اهم ركن. تعال نحل. هو عايز ايه من السؤال ده؟ هو عايز رايي في ان السلطه اهم ركن والشعب اهم ركن، وعايز برضو اقول تفسير ان ليه الفريق ده اختار السلطه وليه الفريق ده اختار الشعب. حلو الكلام. تعال نشوف. اول حاجه نقول رايي. نقول ايه؟ رايي. اقول له يا صديقي طبعا السلطه اهم ركن. اقول له طبعا رايي خطا. طب ليه رايي خطا؟ ليه رايي خطا؟ قال لي يا صديقي، اقول له لان الدوله تقوم على 4 أركان. إيه هما؟ أول حاجة الأرض، تاني حاجة الشعب، تالت حاجة السلطة، رابع حاجة السيادة. هقول له لابد من تكامل أركان الدولة. يبقى لابد من تكامل اركان الدوله، يبقى لابد من الاربعه دول يبقوا موجودين عشان الدوله. ما ينفعش تختار لي ركن واحد وتقول لي ده اهم، لا الاربعه اهم من بعض. وصلت؟ يبقى اقول له اول حاجه رايي خطا لان الدول تقوم على 4 اركان. انا كده بفصل له لا والله الراي ده مش صح يا جماعه، لان الدوله بتقوم على 4 اركان: الارض والشعب والسلطه والسياده. لابد من تكامل اركان الدوله حيث تكون دوله قويه غير مفككة. حلو الكلام. ده رأيي. طب التفسير بقى، أقول له تفسير اختيار الفريق. أقول له لأن الراجل ده شايف إن السلطة تدير شؤون الدولة داخليا وخارجيا. حلو الكلام. ده تفسير الفريق. في مشكلة يا رجالة؟ سهلة على ما أعتقد. تعال نخش على الفريق التاني. بيقول لي الشعب أهم ركن. أقول له طبعا رأيي إيه؟ رأيي خطأ. ليه رأيي خطأ؟ أقول له نفس الكلام هنا، لأن الدول مالها يا مستر؟ تقوم على إيه يا مستر؟ على 4 أركان. صح ولا لأ؟ اللي هو الشعب، واللي هو الأرض، واللي هو السلطة، واللي هو السيادة. فلا بد من تكامل أركان إيه؟ أركان الدولة. طيب يا عم زياد،
طب عايز اعرف تفسير الفريق بقى. تفسير الفريق، اقول له تفسير الفريق اللي اختار الشعب هنا لان السلطة تمارس سيادتها وسلطتها وقوانينها على الشعب، فلا بد من وجود ايه؟ الشعب عشان الدولة تمارس سلطته عليه. ده تفسيره. يبقى دي كده اجابة ايه يا رجالة؟ السؤال. في مشكلة؟ على ما اعتقد مفيش اي مشكلة. صلى على النبي كده يا حبيب قلبي. ده كده اجابة سؤال جيم يا رجالة، ها؟ عشان الناس اللي بتكتب ورايا. تعالى بقى نشوف السؤال اللي بعده. هو ايه طيب؟ لازم امسح يعني سيلكت. تعالى نشوف السؤال اللي بعده يا رجاله. بيقول لي يا عم زياد ايه؟ في رأيك اي المقاومات الطبيعية، في رأيك اي المقاومات الطبيعية ولا البشرية هي الأكثر احتياجا إلى الدعم؟ يعني أنهي مقاومات محتاجة دعم في الوقت الحاضر ولماذا؟ هجاوب لك السؤال ده هنا. قال لي والله في رأيي أنا اللي محتاج دعم هي المقاومات البشرية. بقول له المقاومات البشرية. بيقول لي ولماذا؟ أقول له لماذا؟ أقول له لأنها تحتاج إلى تطوير وتأهيل وتدريب لتحقيق التنمية لمواكبة المجتمع. تمام يا رجالة؟ يبقى هنا بيقول لي في رأيك أي المقاومات الطبيعية ولا البشرية هي أكتر احتياجا إلى الدعم في الوقت الحاضر؟ أقول له هي المقاومات البشرية. ليه؟ لأن هي محتاجة تطوير كبير جدا عشان تعرف تواكب المجتمع اللي موجود. في مشكلة؟ طيب تعال نشوف السؤال هي. بيقول لي إيه؟ لو تعطلت إحدى مؤسسات السلطة السياسية، إيه هي؟ كالقضاء مثلا، يعني بيقول لي لو تعطلت سلطة القضاء لمدة أسبوع، دي كارثة، فكيف سيتأثر ركن الشعب والسلطة؟ حلل الموقف. قال لي والله الشعب هيتأثر إزاي؟ الشعب هيتأثر، هيبقى فيه فوضى وعدم أمان، صح ولا لأ؟ الشعب يبقى فيه فوضى وعدم أمان. طب السلطة؟ قال لي السلطة هنا، السلطة هتفقد إيه؟ الهيبة بتاعتها، تفقد هيبتها وسلطتها على إدارة شؤون البلاد. في مشكلة يا رجالة؟ يبقى الشعب يبقى فيه فوضى وعدم أمان، ويبقى فيه برضه ظلم على فكرة. لكن السلطة هتفقد هيبتها. هي الدولة عبارة عن إيه؟ غير سلطة وقضاء وسلطة، صح ولا لا يا رجالة؟ فبالتالي لو الكلام ده فقدت خلاص الدولة الكلام ده، هتبقى الدولة تفقد إيه؟ الهيبة بتاعتها. في مشكلة؟ احنا كده خلصنا أول صفحة من الأسئلة. تعال نشوف الأسئلة اللي بعدها يلا يا رجالة. بسم الله الرحمن الرحيم. خدوا بالكم انتوا مش ملاحظين كم الأسئلة المقالية، هو معظمه مقالي أصلا. ده جايب لك 4 اختيارات وباقي الأسئلة كلها مقالي، عشان تبقى فاهم. بس لازم تبقى مركز وفاهم كل حاجة. لازم تكتب ورايا، أنا عايزك ورقة وقلم وأنت ورايا، ها؟ 4. تعال نشوف السؤال ده. بيقول لي إيه؟ نشأة الدولة المصرية لم تكن نتيجة عامل واحد. إيه ده؟ بيقول لي الدولة المصرية دي نشأتها مش نتيجة عامل واحد، بل نتاج تفاعل مجموعة من العوامل. يا نهار أبيض. حلل العبارة مدعما رأيك بشواهد تاريخية، ثم حدد العامل الأكثر تأثير مع التبرير. إيه ده؟ إيه السؤال ده؟ ده السؤال عايز ورقة كاملة حل فيها. تاني بيقول لي إن نشأة الدولة المصرية دي يا عم زياد مش نتيجة عامل واحد بس، لأ. أمال إيه؟ قال لي دي مجموعة، نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الكتيرة يعني. حلل العبارة وقول رأيك بشواهد تاريخية. ده مش بس كده، ثم حدد العامل الأكثر تأثير مع التبرير. يا نهار أبيض. السؤال ده ركز كده معايا، نحل السؤال ده ازاي يا حبيب قلبي. هو أول حاجة هنمسك السؤال نفصصه كده، إن بيقول لي إن الدولة المصرية نتيجة
كذا عامل مع بعض مش عامل واحد. طب تعالى نحدد العوامل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو السؤال رقم كام بس الاول عشان احدده لكم؟ السؤال رقم 4. السؤال رقم ايه يا رجاله؟ 4. حلو الكلام. سؤال رقم 4 يبقى دي اجابه سؤال رقم 4 يا رجاله. حلو الكلام. طيب تعالوا نفصص السؤال. بيقول لي يا مستر ان الدوله المصريه ما قامتش على عامل واحد نتيجه تفاعل ايه؟ عوامل مع بعض. طب ايه هي العوامل؟ قال له والله يا عم زياد اقول له نشأت الدولة المصرية نتيجة تفاعل عدة عوامل معا. وهم ايه يا عم زياد؟ قال لي اول حاجة طبعا نهر النيل، تاني حاجة الموقع الجغرافي، تالت حاجة الشعب اللي هو مين؟ اللي هو السكان. صح ولا لأ؟ صح. رابع حاجة مين؟ قال لي الحكومة المركزية أو السلطة المركزية أو السلطة إيه؟ المركزية. يبقى دي كده العوامل. يبقى بيقول لي نشأت الدولة المصرية نتيجة تفاعل عدة عوامل مع بعض زي ايه؟ نهر النيل والموقع الجغرافي والشعب والسكان والسلطة المركزية. تعال نشوف السؤال بيقول ايه، نكمل باقي السؤال مع بعض. تعال نكمل باقي السؤال مع بعض. بيقول لي ايه؟ بيقول لي نشأة الدولة المصرية لم تكن نتيجة عامل واحد بل نتاج تفاعل مجموعة من العوامل. انا عرفت المجموعة من العوامل. حلل العبارة مدعم من رأيك بشواهد تاريخية ثم حدد العامل الأكثر تأثيرا. تمام. أنا هنا بالنسبة لي العامل الأكثر تأثيرا هو نهر النيل. هو نهر إيه؟ النيل. ليه؟ ليه نهر النيل؟ قال لي يا شباب نهر النيل أهو. نهر إيه؟ نهر النيل أهو. طيب نهر النيل أنا حوالين نهر النيل عندي إيه؟ سهول فيضية. عندي سهول إيه؟ فيضية. السهول الفيضية دي يعني إيه؟ يعني تربة خصبة. يعني تربة إيه؟ خصبة. حلو الكلام. تمام. تربة خصبة. طب ما أنا نهر النيل عندي مية عذبة، يبقى أنا كده عندي المياه العذبة وعندي التربة الخصبة. طيب هو الإنسان زمان كان عايش إزاي؟ قال لي المصري القديم زمان كان عايش فوق الهضاب. كان عايش فوق إيه؟ الهضاب. كانت حياته كلها جمع للثمار. جمع الإيه؟ للثمار. لكن نهر النيل جه علم الإنسان إيه بقى؟ خلى نهر النيل الإنسان حوله من جامع للثمار إلى مزارع مستقر. صح ولا لا يا رجالة؟ يبقى نهر النيل حول الإنسان من إن هو بدل ما يكون جامع للثمار حوله إلى مزارع إيه؟ حوله إلى مزارع مستقر يعرف يزرع. طب إيه؟ السؤال بيقول لي كمان في حتة كده عايز أجيبها لك. بيقول لي إيه؟ انا كده خلصت. بيقول لي نشأة الدولة المصرية لم تكن نتيجة عامل واحد. انا فرضت له العوامل كلها بل ناتج تفاعل مجموعة من العوامل. قلتها له حلل العبارة، حللتها مدعما رأيك بشواهد تاريخية. هو عايز هنا شاهد تاريخي. عايز شاهد ايه تاريخي؟ قال لي ممكن برضه اذكر له حتة الملك مينا. صح ولا لا؟ واذكر له حتة توحيد ايه؟ البلاد. ده الشاهد التاريخي اللي موجود اللي هو الملك مينا استغل برضو نهر النيل، لان نهر النيل ده ما كانش زراعة فقط، كان عبارة عن تبادل ما بين مملكة الشمال والجنوب عن طريق ايه؟ المراكب. صح ولا لا؟ بقى في تكامل ما بين المملكة بتاعت الشمال والجنوب. فنهر النيل ساعدهم برضو في التبادل دوت يا رجالة، وساعدهم على التكامل، وساعدهم على ايه؟ الوحدة. وساعدهم على ايه؟ الوحدة. فده الشاهد. يجي يقول لي ايه اكتر تأثير؟ اقول له نهر النيل بسبب انه حول المصري من جامع للثمار الى مزارع ايه؟ مستقر. على ما اعتقد الدنيا جميلة جدا لغاية دلوقتي. حلو الكلام يا رجالة؟ طيب تعالى كده نشوف اللي بعده. خش على السؤال اللي بعده. يلا يا رجالة شوف بقى الأسئلة اللي بعدها مع بعض. بيقول لي نهر النيل
هو العامل الحاسم في قيام الدولة المصرية ما مدى نفس السؤال ده على فكرة جزء من أسئلة تانية. نهر النيل هو العامل الحاسم في قيام الدولة المصرية ما مدى اتفاقك أو اختلافك مع مضمون العبارة السابقة مدعما رأيك بالأدلة. نفس الإجابة اللي فاتت بالظبط. أقول له ما مدى اتفاقك؟ طبعا أتفق. هجاوبها لك هنا طبعا إيه؟ اتفق ازاي يا عم زياد؟ بيقول لي نهر النيل وعلى عامل الحاسم في قيام الدوله. قال لي اه طبعا اتفق. ما مدى اتفاقك او اختلافك؟ طبعا انا خلاص اتفقت مع مضمون العباره السابقه مدعما رايك. اقول له رايي يا صديقي لان نهر النيل حول الانسان من جامع للثمار الى مزارع ايه؟ مستقر. في مشكله؟ طيب فسر العلاقة. حلو قوي السؤال ده يا رجالة، حلو قوي السؤال ده. بيقول لي بقى ايه؟ فسر العلاقة بين الشعب واستقرار الدولة. حلو قوي. ايه العلاقة بين الشعب واستقرار الدولة؟ اقول له يا صديقي التزام الشعب بالقوانين دوت ساعد على ايه؟ ساعد على استقرار الدولة. خد بالك السؤال ده ممكن يجي لي بصيغة تانية. السؤال ده حلو قوي، ممكن يجي لي بصيغة تانية اتوقعه لكم في الامتحان والله. يجي يقول لي فسر العلاقة بين الشعب، بس ما يقوليش استقرار الدولة، يقول لي بقى ايه؟ يقول لي تقدم الدولة. يبقى انا كده خليت السؤال ده سؤالين. هو السؤال في كتاب المدرسة بيقول لي ايه؟ فسر العلاقة بين الشعب واستقرار الدولة. هقول له التزام الشعب بالقوانين ساعد على استقرار الدولة. طب ممكن بقى دي حتة من عندنا يجي يقول لي ايه؟ فسر العلاقة بين الشعب وتقدم الدولة. اقول له حلو قوي. هقول له وعي الشعب ومعرفته بحقوقه وواجباته ساعد على تقدم الدولة. في مشكلة يا رجالة؟ لأن أنا قلت لك قبل كده منزل لك فيديو بده، قلت لك إن الاتنين بيتناسبوا طرديا مع بعض. كل ما وعي الشعب زاد كل ما تقدم الدولة إيه؟ زادت. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. فسر العلاقة. تعال نفسر العلاقة بين السلطة وتحقيق النظام. إيه ده؟ هو في علاقة بين السلطة وتحقيق النظام؟ قال لي آه. قال لي تقوم السلطة بفرض القانون وتطبيقه على ايه؟ على الشعب. يبقى يجي يقول لي العلاقة بين السلطة وتحقيق النظام، اقول له تقوم السلطة بايه يا عم زياد؟ بفرض القانون وتطبيقه. ده يساعد على ايه يا عم زياد؟ تحقيق ايه؟ النظام. تحقيق ايه يا رجالة؟ النظام. نخش على السؤال ده. بيقول لي ايه؟ السيادة واستقلال القرار الوطني. بيقول لي ايه؟ ما العلاقة بين السيادة واستقلال القرار الوطني؟ هي السيادة معناها ايه؟ معنى كلمة سيادة ان الدولة تعرف تاخد ايه؟ قرار، صح كده؟ طيب يبقى يا عم زياد العلاقة هنا مع بعض ان السيادة واستقلال القرار الوطني، ان السيادة يا مستر تجعل الدولة صاحبة القرار، فده يساعد على ايه؟ على استقرار القرار الوطني. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. القوى العسكرية. ما العلاقة بين القوى العسكرية واستمرارية الدولة؟ هو القوى العسكرية المقصود بها هنا ايه؟ المقصود بيها الجيش، صح ولا لأ؟ طيب ايه العلاقة بين الجيش واستمرار الدولة؟ قال لي يا مستر الجيش او القوى العسكرية تحمي الدولة من الأخطار الخارجية، فده بيساعد على إيه؟ استمرار الدولة. حلو الكلام؟ طيب بيقول لي ماذا لو؟ إيه اللي هيحصل لو غابت السلطة المركزية؟ إيه ده؟ سؤال سهل جدا. هيحصل فوضى. هيحصل إيه؟ فوضى. وهيحصل اضطرابات سياسية، صح ولا لأ؟ وهيحصل عدم استقرار، فده هيساعد على ايه؟ على تفكك الدولة، صح؟ سهل جدا. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال ده على فكرة احنا حليناه قبل كده في الشرح.
تمام؟ تعالى كده نشوف السؤال ده. بيقول لي ايه؟ قارن بين دور الشعب في نشأة الدولة ودوره في استمراريتها. حلو الكلام. اقول له دور الشعب، نقسم مثلا كده اهو، دور الشعب في نشأة الدولة ودوره في الاستمراريتها. دور الشعب في نشأة الدولة هيعمل ايه الشعب؟ أول حاجة يا مستر، وعيه بحقوقه وواجباته. ده دوره في نشأة الدولة، إن الشعب يبقى عارف حقوقه وواجباته. طيب، تاني حاجة يشارك في الأعمال التطوعية، إن الشعب يشارك في الأعمال إيه؟ التطوعية. صح؟ المشاركة في العمل في جميع القطاعات. يبقى كل ده دور شعب، صح ولا لأ؟ طب دوره في استمرار الدولة؟ قال لي سهلة دي، قال لي إن الشعب الالتزام بالقوانين، صح ولا لأ؟ تاني حاجة مشاركة الشعب في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية. يساعد ضباط القوات المسلحة. يبقى كل دي يا شباب ده دور الشعب في نشأة الدولة، وده دوره في استمرار ايه؟ الدولة. طب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي الدولة التي تفقد أحد أركانها تصبح مهددة بالانهيار. حلل العبارة، موضح أثر غياب كل ركن. تعالى أحل لك السؤال ده على البورد. بيقول لي الدولة اللي بتفقد أحد أركانها تصبح مهددة بالانهيار. حلل العبارة، موضح أثر غياب كل ركن. تعالى نشوف. بيقول لي إيه؟ أنا ممكن نحل لك السؤال ده هنا وخلاص بدل ما نقعد نطلع ونخرج. بيقول لي إيه أركان الدولة إيه أصلا؟ قال لي أركان الدولة، قال لي عندي شعب، صح كده؟ وعندي أرض، صح كده؟ وعندي إيه كمان؟ سلطة، وعندي سيادة. حلو الكلام؟ طيب، دي أركان الدولة ورصيتها له، وبيقول لي لو الدولة تفقد أحد أركانها تصبح مهددة بالانهيار. حلل العبارة. أدي شعب، لو ما فيش شعب مش هيبقى فيه مجتمع، صح ولا لأ؟ طب لو ما فيش أرض مش هيبقى فيه إقليم الدولة تمارس سلطتها عليه. طب لو ما فيش سلطة هيبقى فيه فوضى ويبقى فيه انهيار. طب لو ما فيش سيادة مفيش استقلال بالقرار، صح ولا لا يا زميكس؟ يبقى سهل اهو. انا عرضت لك اركان الدوله، وعرضت لك لو الاركان دي مش موجوده ايه اللي هيحصل. لو مفيش شعب مش هيبقى فيه مجتمع، لو مفيش ارض مش هيبقى فيه اقليم، لو مفيش سلطه هيبقى فيه فوضى وانهيار، لو مفيش سياده مش هيبقى فيه استقلال بالقرار. في مشكله؟ طيب تعال نجاوب السؤال ده. جايب لي سؤال اختر اهو، حلو اهو جميل، بس مع تبريرك يا حبيبي مع تبرير اختيارك، مش هيحلك لازم تكتب. بيقول لي اي العوامل التاليه كان الاكثر تاثير في استمرار الدوله المصريه؟ اكثر تاثير هقول له الحكومه المركزيه. اختر مع تبرير اختيارك، اقول له لان الحكومه المركزيه هي سلطه الدوله، فلو ما فيش حكومه مركزيه مش هيبقى في سلطه، مش هيبقى في دوله من الاساس. في مشكله؟ طيب تعال نشوف الاسئله اللي بعدها. اتمنى تبقوا كتبتوا الحاجات دي كلها، الاجابات دي كلها. لازم الفيديو بتاع النهارده يبقى فيه ورقه وقلم معاك. تعال نشوف اخر اسئله خلاص اهو. بيقول لي بقى ايه؟ حلو، نقف في الحته الفاضيه دي. اختر مع تبريرك اختيارك. اكتب فقره تفسر فيها كيف اسهم تكامل اركان الدوله في الاستمرار. انت هنا
هنكتب الفقره بتاعتنا. بيقول لي اكتب فقره تفسر فيها كيف اسهم تكامل اركان الدوله في استمرارها. اقول له يا اركان الدوله ايه؟ شعب وسلطه وسياده وارض. هقول له ان الشعب هو المجتمع، والسلطه هي التي تفرض على الشعب وتكمل الدولة، والسيادة تجعل الدولة صاحبة قرار وتحافظ على استقلالها وعدم تبعيتها للدول الخارجية. والأرض أو الحيز الجغرافي هي الإقليم أو هو الإقليم التي تمارس عليه الدولة سلطتها. في مشكلة؟ طيب نشوف السؤال ده. 12. تخيل قريتك أو مدينتك التي تعيش فيها دولة مصغرة، ثم حدد حيزها الجغرافي ومصدر سلطتها. حيزها الجغرافي اللي هي هقول له حدود القرية، سواء كانت أرض أو مية. طب مصدر سلطتها الحاكمة، أقول له طبعا مصدر السلطة هو إيه؟ الشعب. إيه رأيكم في فيديو النهاردة؟ فيديو النهاردة خلاني أعمل اراجع الدرس الاول بكل صغيره وكبيره فيه. ولو انتوا تلاحظوا حبايب قلبي ان معظم الاسئله مقاليه، فلازم دايما مذاكرتك بالورقه وايه والقلم. انا النهارده شفتوا كتبت قد ايه، فلازم حضراتكم في فيديوهات التدريبات دي بالتحديد يبقى معاك ورقه وقلم، ولازم تعود نفسك بالكتابه دايما. تمام؟ اتمنى يا رجاله يبقى الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي. وما تنسوش يا اصدقائي لو في اي حاجه مش فاهمينها او في اي سؤال تكتبوا تحت في كومنتات الفيديو وانا هرد عليكم بنفسي. انا كل حاجه. وان شاء الله برضو اسالوا عن جروب الواتساب اللي هو احنا عاملينه للشباب وللبنات. ما تنساش يا صديقي لو الفيديو عجبك حبيب قلبي تشير الفيديو لكل زمايلك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، لان الجديد شديد يا زميكس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.